أحسن عليكم. هو يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد في قريتنا طائفة أو جماعة جاءت إلينا يقال لهم جماعة التبليغ أو جماعة الأحباب، فهم يأخذون معهم كبير السن وصغير السن، فهل تنصحني بالانضمام إليهم أم لا؟ أنا أنصحك بالانضمام إلى أهل المنهج السليم الذين يدعون إلى توحيد الله ويحذرون من الشرك ومن البدع والمحدثات، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر. عليك بأهل المنهج السليم، خصوصا الذين يلتزمون العقيدة الصحيحة ويدعون إليها ويبينونها. فإن كان جماعة التبليغ يدعون إلى التوحيد ويدرسون التوحيد للناس وينهون عن الشرك فهذا شيء طيب. أما إن كانوا ما يهتمون بالتوحيد بل يمنعون من يتكلم بالتوحيد ولا يمشي معهم اللي يتكلم بالتوحيد كما سمعنا وبلغنا عنهم، فلا تمشي معهم، لا تذهب إليهم. نعم. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إن كان عنده علم يخرج منه ينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص في العلم. أصل الشيخ بارك الله فيك أن الجماعة زوروا التاريخ، حرفوا في التاريخ وجعلوه في 5/7/1414، وبدأوا يوزعون على القرى وعلى الشيبان فبدأوا هؤلاء يخرجون معهم حتى النساء بحجة أن الشيخ أفتى بشهر 7/1414 في ذلك. فنريد الشيخ هذا اللي مجلة مختصر مفيد، هو منطق منشور من رابع يوم خامس مختصر مفيد. هذا مو بصحيح يا شيخ، لنا فيه كلام واجب على حسب ما بلغنا عنهم، لأن تنوع الكلام. كان معهم أخونا يوسف الملاحي، كان معهم إسماعيل بن عتيق، كان معهم جماعة سعد الحصين، ثم سعد الحصين تغيروا كتب عنهم خلاف ذلك، ثم كلمات عنهم تنوعت. لكن استقر الأمر أن عندهم بعض الجهات العقيدة لما بلغ عنهم من جهة الاعتقاد. وهكذا الشيخ سعد الحصين لما تحقق أخيرا كتب فيه الشيخ محمود التويجري إن نقول الذي يخرج معهم إذا كان قصد الخير وهو من أهل العلم يرشدهم ويعلمهم ويهديهم إلى الخير، لعل الله يهديهم، لأن عندهم نشاط، عندهم تحمس، عندهم صبر، لا يحب